بغرض الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود والاطلاع على الوضع الأمني بالناحية، وفي السياق المتواصل للزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية. قام السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 19 أفريل 2017 بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، وفي إطار تقييم مدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2016-2017. أشرف السيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 20 أفريل 2017 على تنفيذ تمرين تكتيكي بالرمايات الحقيقية وبالذخيرة الحية على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق عين مناص بولاية إليزي الناحية العسكرية الرابعة، والذي شاركت فيه العديد من الوحدات البرية والجوية زائد 2 فصائل مشاة ميكانيكية. وبعد الاستماع إلى عرض قائد القطاع العملياتي شمال شرق عين مناص الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، تابع السيد الفريق بميدان الرمي الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية كبيرة في جميع المحطات وبمستوى تكتيكي وعملياتي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي، ويبرز الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومدى مهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة. التمرين أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية في دقة الرمايات، وسمح باختبار مدى التمرس الميداني الذي بلغته كافة الوحدات المشاركة على جميع الأصعدة، لا سيما في المجال التنسيقي وفعالية الانسجام والتكامل، إلى جانب معاينة مدى الفعالية التي بلغتها الأسلحة ومنظومات القتال.